السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده هنعمل مع بعض التشيز كيك الكدابة. يعني تشيز كيك من غير تشيز، من غير جبنة. هنعملها بمكونات موجودة في كل البيوت ومغذية جدا 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 للأطفال ومغرية جدا ويحبوها ان شاء الله. معانا المقادير: 5 بسكوتات أولكر ومعلقتين أو 3 كده زبدة، وكوباية لبن بودرة، ونص كوباية سكر أو أقل، وربع كوباية كريم شانتيه خام. معايا هنا باكو جيلي بأي نوع انتي تختاريه. انا هنا هعمل بجيلي فراولة، واربع زبديات اللي هما الحجم المعروف، الحجم الصغير تقريبا بيكون 80 جرام الواحدة. معايا هنا طبق حاطة فيه كوباية ونص مية بتغلي، وهنزل فيه مسحوق الجيلي واقلب كويس لحد ما حبيبات الجيلي دي تدوب خالص، عشان ما تعمليش كلاكيع كده في الجيلي. بعد كده اتاكدي ان انتي بتقلبي كويس جدا جدا وان هو داب كويس. بعد كده هضيف عليه كوباية ونص مية عادية باردة يعني، واكمل برضو تقليب لحد ما الاقيه كله داب كويس جدا. الخطوة دي مهمة علشان ما يكونش فيها اي كلاكيع. هنا البسكوت حطيته في الكبة عليه معلقتين الزبدة وهي هطحنه. نزلت البسكوت كده في الصينية مغلفاها بورق زبدة عشان اقدر اشيله بقى بعد كده، عشان ما عنديش صينية تشيز كيك. بططته بايدي كويس ودخلته تحت الشواية كده ياخد لون يا دوبك 3 دقايق. هنا بقى الطبقة التانية هحط الزبادي في الخلاط على كوباية اللبن البودر، على نص كوباية السكر، على ربع كوباية الكريم شانتيه، وهشغل الخلاط كويس واتأكد ان السكر داب. ويفضل ان انتي تختاري نوع سكر يكون سكر ناعم علشان خاطر يدوب كويس. يعني ما تتسرعيش، لازم تضربي المكونات دي كويس جدا علشان السكر يدوب مع اللبن والزبادي والكريم شانتيه. هنا البسكوت اهو طلع، حطيته تحت الشواية لحد ما خد اللون ده. هنزل عليه بقى الطبقة التانية اللي احنا عملناها في الخلاط. اسويها كده بسباتيولا او حاجة، المهم. وبرضو نزلتها تحت الشواية اخدت اللون ده. انا بحب اللون المحروق ده قوي، بيدي طعم كده زي الكراميل، زي الكريم كراميل، بيطلع حلو جدا. انا بحبه كده. لو انتي مش بتحبيه عادي سيبيه، بس ما ياخدش اللون المحروق ده، يا دوبك بس يتماسك تحت الشواية، يعني يا دوبك 3 دقايق مثلا. وهنزل بقى بالجيلي معلقة بالمعلقة، بالراحة بالراحة خالص. مش تمسكي بقى الطبق وتدلقي، لا، بالمعلقة بالراحة، واحدة واحدة، علشان خاطر ما يختلطش بالطبقة اللي تحت. براحتك عليه خالص، مستعجليش. وانا ما فيش عندي صينيه اللي هي بتتفتح اللي بتاعه التشيز كيك، فالجيش قالك اتصرف. ادخلها بقى التلاجة واطلعها بعد 4 ساعات لما الجيلي يكون مسك نفسه. ويفضل ان انتي تحطيها ليلة كاملة. هي كده خلاص، انا زينتها هي بشوكولاتة بيضة مبشورة. كنت تزينيها بكريم شانتيه او اي حاجة متوفرة عندك يعني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.